السلام عليكم. عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الكنافة بالكريمة او الشوكولاتة والمانجا على حسب ما تسموها او القطقوطة. هنعملها النهارده بأسهل طريقة وبأقل مكونات. طلعي في الآخر كنافة بالمانجا وكنافة بالشوكولاتة. بجد دي من أحلى طرق الكنافة اللي ممكن تجربيها. هعملها لكم بقى النهارده بأسهل طريقة وهستناكم ترجعوا تقولولي رأيكم فيها. ومع دودو كلنا متعودين ان اكلتنا دي ما بتحلاش الا باللمة الحلوة، فيا محلاها لمتنا، يا رب تعجبكم اكلتنا. اول حاجة بقى معايا كوباية من السمنة، لان انا هنا هستخدم كيلو من الكنافة. تقدروا ان انتوا تعملوا ميكس ما بين السمنة والزبدة او السمنة والزيت، وكمان انا بحط عليها كمان معلقة كبيرة من سمنة بلدي، بتديها طعم حلو جدا. وبدأت بقى ان انا انزل بكيلو من الكنافة. وطبعا تقدروا قبل ما بتضيفوها على النار بتخلطوا الاول السمنه مع الكنافه كويس قوي، وكمان تقدروا ان انتوا تضيفوا عليها معلقتين كبار من السكر البودر. وبعد كده بقى نقلب فيها. لازم نفضل نقلب فيها كده علشان ما تتحمرش من جهه وجهه لا، لان انا عايزاها في الاخر تكون نفس اللون بالظبط، لون واحد على كل الكنافه دي. لكن لو انا كنت سبتها وبعد كده شويه كمان واقلب، هتبدا ان هي تغير لون من جهه وجهه التانية مش فيها لون اصلا. فنفضل بقى نقلب فيها دي، كل شوية هنلاقي ان هي لونها اتغير. طبعا بتستخدمي كمية الكنافة على حجم الطبق اللي هتقدمي فيه، يعني تقدري تعملي اقل او اكتر من كده على حسب اللي انت هتقدمي فيه في الاخر محتاج قد ايه كنافة. زي ما انتوا شايفين كل شوية بقلب فيها لعند بقى لما توصل للون اللي انا محتاجاه بالظبط. بدأت بقى هنا ان هي تغير لون، بس انا محتاجة لون اغمق من كده. شوفوا كلها اخدة لون موحد، مش كنافة لون ولون تاني. نفضل بقى نقلب فيها، طبعا هي بتكش شوية كده لما بتبدأ ان هي تاخد لون. وهو ده بقى اللون اللي انا محتاجاه، لازم توصلوا للمرحلة دي وبعد كده تقفلوا النار. وكمان اول ما تقفلوا النار برضو لازم تقلبوا فيها شوية علشان بتبقى الحلة بتاعتنا سخنة، فبتبدأ برضو ان هي تدي لون للكنافة، فلازم برضو نقلبها. وبعد كده انا نزلت عليها بلبن مكثف محلى، ده بديل الشربات او العسل اللي احنا المفروض نحطه عليها. لكن لو انت عندك شربات عادي جدا ضيفيها يبقى حلو جدا. وبعد بقى لما ضفت الشربات او اللبن المكثف محلى نبدأ بقى ان احنا نقلبها كويس اوي. وبعد بقى لما قلبناها كويس نسيبها تبرد لعند لما نعمل الطبقة التانية اللي هي الكريمة. عندي بقى هنا كوباية ونص من الكريمة، وكمان كوباية الا ربع من اللبن. لو احنا ضربنا ولقينا ان الكريمة تقيلة بزيادة نقدر ان احنا نزود لبن. وانا كان عندي الكريمة عليها سكر فما ضفتش سكر. لكن لو انتوا عندكم الكريمة مش عليها سكر تقدروا ان انتوا تضيفوا حوالي ربع كوباية من السكر البودر، هتبقى حلوة قوي. واللبن هنا لازم يكون ساقع جدا، ولو في تلج كمان هيبقى حلو قوي. بدأت بقى ان انا اضرب بالمضرب بالشكل ده. لازم بقى نفضل نضرب لعند لما يتقل القوام معانا. وهنا لازم يكون قوام الكريمة يكون تقيلة شوية. فضلت بقى اضرب وكل شوية بيتقل. واهم حاجة في الكريمة انك تحطي اللبن ساقع جدا، لان لو حطيتيه هو مش ساقع الكريمة مش هتعلى معاكي بالشكل اللي احنا عايزينه. وهنا نحط على الكوباية ونص كوباية الا ربع من اللبن. لكن لو احنا ضربنا ولقينا لسه القوام تقيل بتخففيه شوية كمان باللبن، ولازم برضو اللبن يكون ساقع جدا. بدأت بقى ان انا اضرب الكلام ده كويس قوي لعند بقى لما الكريمة تتقل معانا. وهنا بقى كانت الكريمة بدأت تتقل معانا. شوفوا بقى هو ده القوام اللي انا محتاجاه بالظبط. يعني لو انا قلبت البولة كده الكريمة دي مش هتنزل منها. نسيبها بقى على جنب. وهي دي الكنافة اللي بردت معانا. نجيب بقى اي حاجة احنا هنقدم فيها، بس الاحلى للطبقات ان هو يكون قالب بايركس. انا هنا كنت هعمل نوعين، فجبت قلبين بايركس. بدأت ان انا انزل فيهم الاول الكنافة. يبقى عندنا اول طبقة دي من الكنافة، لكن لو انت عايزة تحطي اول طبقة كريمة هتبقى حلوة جدا، بس الكنافة هتريحك في الاول، لان لو حطيت الكريمة مش هتعرفي تتحكمي اوي في الكنافة. بدأت بقى ان انا نزلت الكنافة بالشكل ده، وبدأت ان انا اضغط عليها علشان اسويها كلها. وكل ما الاقي مكان فاضي شوية فبدأت ان انا ازود عليه كنافة تاني. وهعمل برضو نفس النظام ده في القالب التاني. على فكرة دي تقدروا ان انتوا تحطوها في كاسات او في اطباق او اي حاجة، تبقى حلوة جدا. مش شرط ان انتوا تكون عندك قالب بايركس عشان تعمليها،
بجد هتبقى في اي حاجة هتبقى خطيرة، بجد طعمها دي في الاخر حلو قوي. يبقى بدأت ان انا انزل باول طبقة اللي هي الكنافة. انا بحب الكنافة اول طبقة علشان بعرف اتحكم فيها كويس. الطبقة التانية بقى هي هتبقى الكريمة. لازم بقى هنا نعمل طبقة كويسة من الكريمة دي. نزلت بقى بالكريمة وبعد كده تبدأي ان انت تسويها، وهنا لازم تسويها كويس قوي. ونفس اللي انا بعمله في القالب ده لازم اعمله في القالب ده. نزلت برضو هنا بالكريمة. لازم بقى هنا تفردوا الكريمة دي كويس فوق الكنافة. انا بدأت افردها بالشكل ده. طبعا هتبقى صعبة عليكم شوية، بس على فكرة الاسهل كمان ان انتوا تحطوها في كيس حلواني وبعد كده ان انتوا تحطوا الكريمة دي فوق. كده هتبقى مفرودة وهتبقى حلوة جدا وهيبقى سهل عليكم الموضوع. والطبقة التالتة بقى هتبقى كمان طبقة كنافة. بجد دي طبقاتها بتبقى حلوة جدا والميكس ما بينهم خطير. بدأت بقى ان انا افرد طبقة الكنافة دي فوق بالشكل ده. وهنا بقى نحط في كل مكان علشان مش هنعرف نتحكم اوي فوق الكنافة لان تحتها كريمة. تفردي الكنافة واحنا بنحطها زي ما انتوا شايفين كده. لو وصلت لعند هنا بقى ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد اول باول. ونضيف برضو كنافة على القالب التاني ونفردها بالشكل ده. تقدروا بقى ان انتوا تستكفوا لعند الخطوة دي. بس شوفوا بقى الطبقات اللي عندي دلوقتي خطيرة بجد، دي طبقاتها تحفة. هستناكم بقى تجربوا الوصفة دي لان شوفوا الطبقات طبقاتها حلوة قوي بجد. وكمان الطبقة اللي هنحطها بعد كده هي طبقة كريمة. وزي ما قلت تقدروا ان انتوا تستكفوا لعند الطبقة دي وتقدموها وهتبقى حلوة جدا. بس كمان انا بحب احط عليها طبقة كريمة لان التزيين اللي فوق محتاج طبقة كريمة تحته. وكمان بتدي طبقات اكتر وشكل احلى وطعم خطير. بدأت ان انا اضيف بقى طبقة الكريمة دي وافردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ولازم الطبقة الاخيرة دي نفردها كويس قوي لان يعني دي هتبان كده شوية. والتزيين بقى اللي فوق ليكم مطلق الحرية فيه. بس الاول كده شوفوا طبقاتها قد ايه حلوة ولذيذة وجميلة. ومن ابسط الامور طلعنا حاجة زي كده. بجد دي من احلى الحاجات اللي ممكن تجربوها. ولعند دلوقتي شكلها حلو جدا. شوفوا بقى التزيين اللي هنعمله ابسط تزيين بس بجد النتيجة في الاخر خطيرة. جبت بقى مانجا فاكهة الصيف المحببة عند الكل. بدأت ان انا اقشرها بالشكل ده. وهنا كل ما كان نوع المانجا احلى وكل ما كان لونها وطعمها مسكر اكتر هتبقى حلوة قوي في الاخر وهتديكي نتيجة حلوة جدا في الاخر فعلا. بدأت بقى ان انا اقشرها بالشكل ده واقطعها مكعبات صغيرة. بدأت بقى ان انا اقطعها مكعبات صغيرة بالشكل ده. بجد كل ما كان لون ونوع المانجا حلو كل ما هيديكي نتيجة احلى بكتير. وهو ده بقى بيكون شكل المانجا بتاعتنا بعد لما قطعناها مكعبات صغيرة. اتخيلوا بقى الثلاث طبقات دول مع بعض. بدأت بقى ان انا اجيبها بالشكل ده واضيفها على القالب اللي عندي. ولازم هنا احط على القالب كله من فوق بالمانجا لان هي بتديله طعم حلو جدا في الاخر بجد. بدأت بقى ان انا ارص المانجا عليه. ولازم ارصها فوق كويس لان احنا هنا مش هنعرف نشيلها تاني من على الكريمة لو مش طلعت مظبوطة. بجد الطعم هيتنقل لحتة تانية. وطعمه كمان هيبقى حلو جدا والشكل خطير. بجد دي من احلى الطبقات او احلى الميكسات اللي ممكن تجربوها. احنا كده عملنا اول بايركس او اول قالب معانا. يبقى احنا كده خلصناه. هستناكم بقى تجربوه ده وترجعوا تقولولي رأيكم فيه. دخلوه بقى التلاجة يقعد ساعة او نص ساعة ويبقى حلو جدا وجاهز للتقديم. ندخل بقى على التاني ده بقى لعشاق الشوكولاتة. هنا بقى تستخدمي اللي موجود عندك. جناش بقى شوكولاتة، نوتيلا، اي حاجة من الحاجات دي هتبقى حلوة جدا. حتى لو انت جبتي نص كوباية من الشوكولاتة على نص كوباية من الحليب وتقلبيهم كويس قوي على النار هيبقوا حلوين جدا. انت كده عملتي احلى جناش واقتصادي جدا. ضيفيه بقى على الحلى بتاعنا ده. تبدأي ان انت تنزليه وفي الاخر تهزيه كده علشان كله يتساوى كويس قوي. وبعد كده بقى تشيلي اي حاجة او اي زيادة على الجنب علشان يطلع الشكل بتاعك في الاخر حلو جدا ومفيهوش اي غلطة. شوفوا بقى دلوقتي شكله عامل ازاي بجد خطير. القلبين حلوين قوي كمان يعني هنا من ناحية التزيين شوية. جبت اي نوع شوكولاتة بقى وحطيته في النص كده ادى شكل حلو قوي. وبكده يكون خلص الحلو بتاعنا النهاردة.
متأكدة ان دي من احلى الطرق للكنافة اللي ممكن تجربوها. يلا بقى، وهستناكم بقى تجربوها وترجعوا تقولولي رأيكم فيها. ومع دودو كلنا متعودين ان اكلتنا دي مفتحلاش الا باللمة الحلوة، فما احلاها لمتنا. يا رب تعجبكم اكلتنا.